ازاي تدمر علاقتك بشريك حياتك في خطوات بسيطة جدا. اقتحم مساحته الشخصية، مفيش حاجة اسمها اسيبك تقعد لوحدك. خليك اناني، ركز بس على اللي انت محتاجه في العلاقة وفكك من اللي هو محتاجه، مش مهم انت. اتكلموا مع بعض 24 ساعة في اليوم واطمنوا على بعض كل 5 دقايق وقولوا على كل نفس بتتنفسوه لبعض. هتحسوا بالترابط وتفتكروا ان ده حب قوي جدا، بس تعالوا لي بقى بعد ما تمر الاسابيع والشهور هتلاقوا ملل وفتور في العلاقة، فقدان الشغف العاطفي، الاتكالية والاعتمادية على بعض في كل خطوة بتاخدوها. بس مش مهم يا عم، انت ممكن تقول لي يا عم عايشني النهارده موتني بكره، ليه نتعب نفسنا؟ انت عندك حق، انا هساعدك تبوظ العلاقه دي كويس. بص، لو جه عليه يوم كلام وقال لي فيه كده اقلب وشك وقول له انت ما بقتش تحبني. لو في وقت موده بقى وحش كده مش متظبط وقال لك انا عايز اقعد مع نفسي شويه، قول له لا انت ما بقتش تتبسط معايا خلاص. لو حس ان هو مقصر ورجع يهتم بيك قول له لا انت بتاخدني على قد عقلي. بص، خليه يتجنن وما يعرفش يتعامل معاك ازاي. بس لو عايز علاقه قويه تدوم العمر كله اعمل العكس وركز معايا جدا. خد بالك من الاهتمام جدا، الاهتمام مطلوب وضروري جدا في العلاقات، ولكن لازم توازن بحيث ما تخليش الاهتمام ده معدوم وما تخليهوش مفرط. وافتكر ان الوردة بتموت من المية الكتير برضه، وبتموت من عدم وجود المية برضه. اعرف ان الحب لوحده مش كفاية، الاهم ان الحب هو وجود التفاهم والترابط الفكري بينك وبينه. ما تقتحمش مساحته الشخصية وما تسمحلوش ان هو يقتحم انت كمان مساحتك الشخصية. اعرف كويس ان علاقتكم مش بس 24 ساعة كلام مع بعض وكلام حلو ومشاعر جميلة وخلاص، الموضوع ابعد من كده بكتير. اعرف ان كل واحد عنده طريقة تعبير عن الحب مختلفة عن التاني. في حد ممكن يعبر لك بكلام حلو كتير جدا، وحد ممكن يعبر لك بافعال حلوة كتيرة جدا، حد ممكن يعبر لك بستوريز، حد ممكن يعبر لك بمفاجآت. المهم تقدر طريقة تعبيره عن الحب بتاعه وما تفرضش عليه يعبر لك بطريقة تانية، وتخليه يقدر ويحترم طريقة تعبيرك عن الحب بتاعك وما تخلوش يفرض عليك طريقة معينة هو عايزها. علشان كده فكر دايما الطرف اللي قدامك بيحب ايه ومحتاج ايه كاحتياجات نفسية وعاطفية، ولبيله الاحتياجات النفسية والعاطفية دي، وبعد كده وريله ايه اللي انت محتاجه وعايزه هو يشبههولك. هتقولي انت بتحبه جدا، هقولك ما تبقاش اناني، ما تخليش حبك ليه خليه يبعد عنك. افهم نفسك جدا واعرف مشاعرك واعتمد على نفسك في كل خطوة، ولازم تكون مبسوط بيه او من غيره. ولو لا قدر الله علاقتكم انتهت لأي سبب كان، على الأقل خليها نهاية شيك وتستاهل الذكريات والعشرة اللي جمعتكم مع بعض، وربنا ما يجيبش حاجة وحشة. في حاجة عايز اقولك عليها،